سيداتي وسادتي، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرائدات، والذي سنستضيف فيها النساء المتميزات والتي قدمنا الكثير من أجل بناء مجتمع قوي ولا زلنا يعملن جنبا إلى جنب مع الرجل، التي امتازت المرأة الكردية منذ العصور الغابرة بالشجاعة وقوة الإرادة والتحمل. اليوم ضيفتنا العزيزة ست حسيبة عبد الله. أهلا بيك ست حسيبة. أولا استضفناك على مود نسألك الأسئلة ونتعرف عليك أكثر. ست حسيبة، منو هي ست حسيبة؟ شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة كي نكون على تواصل مع المشاهدين. أنا اسمي حسيبة عبد الله خرشيد، من مواليد محافظة كركوك، من عائلة متوسطة، ولدي من الأخوة والأخوات 4 أخوات و3 أخوة. وبداية حياتي في مدينة كركوك وبداية دخولي إلى مرحلة الابتدائية وإلى الدراسة أيضا في مدينة كركوك. آنذاك كانت الدراسة بلغة كردية، تدرس بلغة كردية. أيضا نحن كبقية الناس الموجودين في كركوك انضمينا إلى دراسة كردية، واستطعت أن أعبر الصفوف لحد صف سادس ابتدائي. في صف سادس ابتدائي حدث أسباب سياسية أو النكسة في الثورة الكردية، امتنعوا عن التدريس باللغة الكردية وحولوها إلى دراسة عربية، وأنا كسائر الناس انضمينا وكملنا دراسة أيضا في متوسطة باسم متوسطة، سابقا كان اسمها متوسطة خانزات وتم تغيير اسمها أيضا. أستطيع أن أقول هذه بداية مراحل التعريب في مدينة كركوك. سميت متوسطة القدس، ولحد الآن هذه المدرسة موجودة، وكبقية الناس من هنا بدأت حياتي أو مسيرتي العلمية. نعم. هل تتذكرين ست حسيبة الأيام الابتدائية وشنو الأوضاع كان بهذاك الوقت؟ نعم، بداية دخولي إلى المدرسة كان الوضع مختلف عن الوضع الحالي تماما. الناس كانوا يعيشون حياة بدائية وحياة بسيطة جدا، بعيدة عن الثرثرة وبعيدة عن الفوضى. يعني أستطيع أن أقول ذهابنا إلى المدارس واسترجاعنا من المدرسة أو الساعات التي نقضيها في المدرسة كانت أمتع ساعات وأحلى ساعات. يعني نرى الآن عكس هذا. نعم. نرى المدرسة الآن رغم كل التسهيلات، رغم كل توفر الوسائل، ليس له ذاك الطعم مثلما نحن كنا طلاب في مرحلة صحيح. الابتدائية. أكيد في مرحلة الابتدائية كان في المدرسة معلمات لحد الآن في ذاكرتي، وهي خالدة في ذاكرتي، مع العلم متوفية وانتقلت إلى رحمة الله، ولكن في ذاكرتنا خالدة، لأن شفتها ليس كمعلمة وإنما كقائدة أو كأم ثانية، ليس لحسيبة عبد الله فقط وإنما لكل الطالبات. يعني أثرت أو تأثرت بشخصية هذه المعلمة، الله يذكرها بالخير، ولحد الآن أنا مؤثرة بها، واستطعت بعدها أمارس مهنة التعليم وأمارس مهنة التدريس، أقتدي بها أو أقلدها في كثير من الأمور، فهذه بقت في ذاكرتي. نعم. ست حسيبة، دائما ما نسمع أن السياسة من الأمور الصعبة وخصوصا على النساء، فكيف استطعت التوفيق بين البيت وفي العمل؟ نعم، أنا دخلت إلى معهد معلمات كركوك في سنة 1983. انضميت إلى معهد معلمات كركوك. ذاك الوقت لم يوجد في مدينة كركوك جامعات ولا كليات، فقط أو تخرجين إلى خارج مدينة كركوك لإكمال الدراسة، أو في مدينة كركوك تكتفين بدراسة في أحد المعاهد، معاهد فنون جميلة ومعاهد معلمات ومعاهد تقنية. أنا انضميت إلى معهد المعلمات. أستطيع أن أقول أو في ثاني سنة أو في المرحلة الثانية من معهد معلمات، أنا كأي بنت
جتني قسمة ونصيب وكونت حياة زوجية، يعني كنت طالبة. فهذه أصعب مرحلة بالنسبة لشخص أن تكون تدرس من ناحية، ومن ناحية ثانية لها التزامات عائلية ولها زوج ومستقبلا تصبح أم لأطفال. أنا مريت بهذه الفترة فترة عصيبة جدا وفترة جدا صعبة، لكن إصراري على أن أكمل دراستي وإصراري على أن أواصل حياتي العائلية بشكل سليم جعلتني أن أنجح في طريقي. بعد الزواج، أو أقدر أقول بعد سنة ونصف من الزواج، أنجبت بنتي الأولى. يعني صارت الحياة أصعب بالنسبة لي وأنا طالبة في مرحلة ثانية في معهد معلمات. وخلال هذه السنة، أي في بداية سنة 1948، أنا انضميت إلى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى صفوف تنظيمات السرية للاتحاد الوطني الكردستاني. يعني هاي جعلت حياتي أصعب بكثير، لأن آنذاك في زمن الحكم البائد، في زمن الطاغية صدام حسين، يعني الإنسان يخاف من أقرب الناس إلى. نعم، هناك كثير من الصعوبات. الحمد لله، مثل ما ذكرت، يعني الإصرار ثم الإصرار. الإنسان إذا يصر يريد يوصل نهاية يقدر يوصل، يعني الإيمان والجهد طبعا. الحمد لله، الطموح أكيد مجموعة من العوامل تجعل الإنسان يوصل إلى هدفه اللي يطمح له. استطعت أن أكمل دراستي، وفي سنة 1986 تخرجت كمعلمة. وفي نفس السنة وفي نفس الوقت أستطيع خلال أسبوع تم تعييني في أحد القرى قريبة من ناحية الرياض، أو عفوا أبعد من ناحية الرياض على طريق فتح بيجي، قرية الصفرة. أنا داومت بقرية الصفرة حوض 14 يسموها، 5 سنين أداوم هناك كمعلمة، أروح وأجي. يعني شقد صعوبات. الصبح الساعة 6 أطلع من البيت، 4 سيارات نوصل للقرية، نكمل مهامنا كمعلمة كتعليمية. نعم، وأرجع البيت ب4 سيارات إلى أن أوصل البيت. وأني أوصل البيت وبعد بنتي الأولى صارت عندي بنتي الثانية، وأطفال 2 ينتظروني وبلهفة، يعني محرومين مني خلال ساعات. يعني أخصص وقت للأطفال، وأخصص وقت للعائلة، وأخصص وقت لشغل البيت، وبالليل عندي تحضير، عندي امتحانات، عندي الحمد لله قدرنا نكمل هاي المراحل، أو نقطع هاي المراحل اللي جدا صعبة. والأصعب منها انتماء إلى صفوف الاتحاد الوطني، إلى تنظيمات السرية للاتحاد الوطني الكردستاني. يعني من اسمها مبين سرية، جدا سرية، يعني بحيث أنت أختي أنا لازم أضمها عليك، ما أقول لك أنا منتمية إلى تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني. أنت صديقتي عزيزة، إذا يعني جدا جدا ما أثق بيك ما أقدر، لأن هذا سر جدا مثل ما يقول يعني خطر أو مخيف بوقته. كان اكو ناس يريدون يوصلون هذا الحكي ويريدون يشتغلون على هذه. الحمد لله عبرنا هاي المراحل. الحمد لله. وأني فعلا المرأة القوية في المكان المناسب. أرجع وأقول الإصرار، وأرجع وأقول حب إلى هدف. نعم، إلى هدف. طبعا أنا أقدر أقول إنه هذه النقاط اللي خلتني أتقوى، اللي خلتني أتحدى كل الصعوبات، ومثل ما يقول أنتصر على الصعوبات. يعني الظروف القاسية يبني الإنسان. نعم. ست حسيبة، لماذا لا زالت المرأة ضعيفة في مجتمعنا هواية أكو؟ وكيف وحدة شلون تقدر تبني شخصيتها القوية؟ ست داليا، مع الأسف إحنا مجتمعنا مجتمع شرقي ومجتمع كردي. أقدر أقول المجتمع الكردي تفهمه واستيعابه إلى وضع النساء أكثر من كل المجتمعات، والثقة موجودة في المجتمع الكردي. يعني ثقة مطلقة أقدر أقول موجودة بين العوائل. الأهل يثقون ببنتهم، الأخ يثق بأخته، الزوج يثق بزوجته. يعني هاي الحالات موجودة، هاي حالات إيجابية جدا. تقدر المرأة من خلال هاي الثقة تنطلق و تثبت وجودها نفسيا. يعني أهم شيء، أهم نقطة، الإنسان يجب أن لا يعتمد على أحد.
يعتمد على الله ويعتمد على نفسه. الاعتماد على النفس يوصل إلى ما تريده. في المجتمعات الكردية نحن نقول المجتمع الكردي مجتمع جيد، لكن هناك آباء أو إخوان أو أزواج يمتنعون من خروج بناتهم أو من خروج زوجاتهم والعمل خارج المنزل أو الوقوف على رجليه. يعني هناك عقليات، نحن لا نعمم لا نقول الكل، لكن هناك عقليات يريدون المرأة تبقى فقط لإنجاب الأطفال ولخدمة الأطفال ولطبخ الطعام ولتنظيف البيت. يعني دائما لا يحبون المرأة تتطور من مكانها وتبقى بشكل خادمة في البيت. نحن كلنا في البيت خادمة. أنا من نفسي أبدأ، أنا في البيت خادمة وأعتز بهذا شغل، لأن أخدم زوجي، أخدم أبنائي، أخدم نفسي. هذا فتشي كل أم تعتز بها، وفي كل عائلة موجود هذا الاعتزاز. لكن هناك أشخاص يمتنعون أنه تكون فقط لنفسهم. أنا من هنا أطالب النساء أو البنات يجب أول خطوة أن يعتمدوا على نفسهم ويستطيعوا أن لا يتخلفوا عن التطورات الموجودة. يعني مو شرط إلا عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق التواصل الاجتماعي. يعني أهم شيء الدراسة. مع الأسف هسه نشوف أكو بنات واصلات مرحلة يعني ناويين يتركون الدراسة. ليش؟ يقولون ماكو تعيينات. يعني مو شغلة الإنسان لازم يكون عنده طموح، مو يكمل وياخذ الشهادة في سبيل التعيين فقط. صحيح. لا، يعني هذا الشهادة بكثير من المعاني. أول شيء الإنسان شخصيته تبدي تتقوى من يكون عندك شهادة. يعني أنت عندك سلاح، هذا السلاح يوم من الأيام تقدرين تستفادين من عنده وتستخدمينه في الأيام اللي أنت محتاجة في أمور الحياة. في أمور الحياة أهم شيء التواصل. الإنسان يكون متواصلا في دراسته، في تطوير نفسه أو عن طريق المطالعات الخارجية. يعني أكو ناس مع الأسف مكتفين بأنه يخدم زوجة وتخدم بناته وأولاده وأهله وإذا كان أمه أبوه. صحيح. هذا هو، تكتفي بهذا. لا، هذا ليس كفاية. يجب الإنسان أن يطور نفسه من خلال التواصل الاجتماعي. الآن يعني فرص جدا كثيرة، مو مثل قبل. يعني قبل غير المدرسة واحد ما يقدر يطور نفسه. وين يطور نفسه؟ وكان أكو مطالعات خارجية. ومع الأسف قبل المطالعات الخارجية الناس كانت تهتم به أكثر من الوقت الحالي. الوقت الحالي لكون وجود التواصل الاجتماعي المطالعات الخارجية صارت قليلة أو شبه معدومة. الإنسان يستطيع من خلال المطالعة ومن خلال التواصل ومن خلال أن يسعي إلى هدفه يوصل إلى الطموح اللي ينتمي إليه أو يطمح له. ست حسيبة، هل عندك هواية في أوقات فراغك تمارسين بها؟ أنا من اقتنعت أنه أقدم إلى معهد معلمات وما أروح الكلية حبا لمادة الرياضة. أنا كنت لاعبة ولدي الكثير من الجوائز أثناء فترة كوني في المتوسطة. حصلت على كثير من الجوائز لكوني كنت لاعبة موهوبة. من دخلت إلى معهد معلمات لم أستطيع الانضمام إلى قسم التربية الرياضية. يعني هاي بقت عقدة نعم. فما استطعت أن أقدم إلى التربية الرياضية بسبب ظروف الإنجاب والحمل والأطفال. يعني هاي صارت عائق أمامي ولم أستطيع السيطرة عليها. ولكن بعدها أنا كنت واحدة من الرياضيات وهوايتي المفضلة الرياضة. وفي السنوات الأخيرة حسب أوقاتي فقط أقدر أمارس المشي. ست حسيبة، هل تجدين الدعم من زوجك بما أنه في العمل السياسي تشتغلين؟ العمل السياسي في المجتمعات الشرقية صعب للرجال. إذا كان صعب للرجال مرة واحدة تكون أصعب للنساء عديد من المرات. أكيد العمل السياسي أو ممارسة العمل السياسي في مجتمعنا عمل صعب جدا. ويعني
لضيق الوقت يمكن ما نقدر نتطرق إلى كل المواضيع. أنا بسبب انتمائي إلى تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعدها صارت أحداث 91 الانتفاضة المباركة لشعب العراق بصورة عامة وفي كركوك بصورة خاصة، نحن من هنا طلعنا من كركوك. يعني ما قدرنا أنه نبقى في مدينة كركوك بسبب الظروف السياسية. ذهبنا إلى أربيل وبقينا لحد عام 1993 في مدينة أربيل. في عام 1993 رحنا إلى طهران إلى بيت القائد مام جلال آنذاك بتكليف إلى زوجي كان يعمل في سكرتارية القائد مام جلال. وفي سنة 94 رجعنا مرة ثانية وأيضا سكننا في مدينة أربيل. وفي سنة 96 صارت الحرب الداخلية مع الأسف، أيضا مرة ثانية تركنا أربيل وذهبنا إلى السليمانية. يعني أتكلم عن هذه النقاط لأن هاي كلها صعوبات. يعني السياسة كلها صعوبات، السياسة كلها مثل ما يقول دفعنا ثمن. يعني دفعنا ثمن. هل انت عايشه بكركوك وتروحين لاربيل وبعدين تعوفين اربيل تروحين لسليمان؟ يعني مو بس اني، العائله كلها دفعت ثمن. يعني حتى اطفالي دفعوا ثمن. يعني اني كمثال بنتي الكبيره 6 سنين ابتدائيه هي ب7 مدارس. خلال هالست سنوات هي كملت ب7 مدارس. يعني عجبه هذا كم يؤثر على المستوى التعليمي وعلى نفسيتها وعلى ممارستها عملها. فالعمل السياسي أكيد صعب جدا. وبعد كل هاي الأحداث أو في سنة 2003 بعد سقوط الحكم البائد رجعنا إلى كركوك وأنا ابتديت مرحلة جديدة. أيضا رجعت إلى عملي التعليمي في مدينة كركوك وإلى العمل السياسي وكوني أم ل5 أطفال. ما شاء الله. نحن الحمد لله عائلة كبيرة. يعني العائلة إيش قد ما تكبر تكون أكيد أحلى، تكون أحلى وتكون الوظائف أكثر، تكون صحيح. الشغل بأكثر. أنا من هنا أشكر عائلتي، أولادي، بناتي، وقبل كلهم زوجي. أكيد كان السند القريب مني ودائما كان يساندني وكان يشجعني كي أمارس عملي السياسي وكي أمارس المهنة مالتي. وتحديدا في سنة 2012 شاركت في مؤتمر اتحاد معلمي كردستان، ومن خلال هذا المؤتمر استطعت أن أفوز بمقعد في نقابة معلمي كركوك أو اتحاد معلمي كردستان فرع كركوك. ومن هنا بدأت مرحلة أصعب، مسيرة جديدة، وكانت مسيرة صعبة جدا. وشغل في مدينة كمدينة كركوك ليس بالسهلة، وإنما يراد له يعني تحدي أكثر، ويراد له شجاعة أكثر، ويراد له إصرار أكثر. المرأة القوية بالفعل يعني. نعم. وفي سنة 2014 حصلت على مقعد أو حصلت على منصب رئيسة اتحاد معلمي كردستان فرع كركوك. وهذه المنصب لأول مرة في تاريخ هذه النقابة 55 سنة من عمر النقابة، أول مرة تستطيع مرأة تحصل على مقعد رئيس اتحاد معلمي كردستان. يعني لا في سليمانية ولا في أربيل ولا في دوق في أي من المحافظات لحد الآن لم تصل مرأة إلى رئاسة إلى رئاسة النقابة. نعم. أنا الوحيدة، وهذا أيضا فخر. نعم. وأعتز به، والحمد لله استطعت أن أؤدي دوري وأؤدي مهامي كرئيسة اتحاد معلمين لمعلمين ومدرسين، وكثير من المعلمين من الجنس المقابل أو من الذكر. يعني أشكرهم جزيل الشكر. كانوا يعتبرون هذه الفترة فترة ذهبية، وقدرنا من خلال محاولاتنا ومن خلال إصرارنا ومن خلال نضالنا أن نخدم
معلمي ومدرسي في مدينة كركوك، لأنهم هم شريحة جدا مهمة ولهم صلة مباشرة بكل بيوت كركوك. يعني كل عائلة، كل بيت إذا ما عنده معلم، إذا ما عنده معلمة، أكيد عندهم طالب، وطالب له اتصال مباشر أو تماس مباشر مع المعلمين والمدرسين. والحمد لله هذه الفترة فترة ذهبية، خاصة فترة الأزمة المالية الموجودة في أقليم كردستان، وخصوصا معلمي الدراسة الكردية التابعين إلى اتحاد معلمي كردستان، كان بدأت لهم مشاكل مالية ونقص في رواتبهم وتأخير رواتبهم. ونحن استطعنا من خلال بترودولار الموجود في محافظة كركوك أن نأخذ مساعدات ونصلها إلى المعلمات، وهذه كانت مرحلة استطاعت إلى حد ما أن تساعد المعلم كي لا يتوقف عملية التعليم في مدينة كركوك أسوة بباقي محافظات الموجودة في أقليم كردستان. ست حسيبة، بعض الصور إجا نذكرها بالشاشة، كل صورة لها أكيد فد ذكرى إلك. أكيد. هاي الصورة إلك ست حسيبة؟ نعم هاي الصورة هاي الصورة في مدينة كركوك، كانت لعبة نهائية بين فريقين. نعم. واحنا من الداعمين للرياضة. يعني سبق وان قلت أنا هوايتي المفضلة الرياضة. نعم، من داعمين للرياضة. فنعم، وهذه خلال بما نحن كبورد مكونات فترة أعياد الأخوة المسيحيين. نعم، نزورهم ونبارك لهم، والموجودين معنا من الأخوة التركمان ومن العرب ومن الكاكائية، فهذا اللي يجمعنا بورد المكونات. وهذه الصورة، هذه مدينة السليمانية، كانت وقفة جماهيرية لإحياء ذكرى ولادة السيدة هيرو خان، عقيلة القائد مام جلال. نعم. ست حسيبة، آخر سؤال نسألك. بماذا تنصحين الشابات من الجيل الجديد، بما أنه تشتغلين بعمل السياسة والمتزوجة وأم بنفس الوقت، شنو تنصحينهم؟ نعم، أنا أنصح الشابات المبتدئين بالعمر والمبتدئين بالحياة الزوجية، يعني مو شرط كل إنسان يروح يشتغل بالسياسة، يعني هذا ليس مطلوبا، إنما مطلوب كل واحد يثبت وجوده ويثبت كيانه ويقدر يوقف على رجله. احنا يعني محتاجين هذا النمط من السياسة، انه كل شابة تكمل دراستها، ما تقعد تنتظر شو وقت يجي تعيينات. يعني احنا قدرنا في مدينة كركوك هكذا، يعني مع الأسف اكو كثير من الخريجين ما متعين لحد الآن. يعني الحياة لم تتوقف، وما يصير انه تنتظر إلى أن يجيها تعيين. يعني أنا أنصحها أنه تنضم إلى أحد المنظمات، أو تنضم إلى المنظمات الخيرية، أو تنضم إلى أو هي تكون صاحبة مشروع بسيط جدا يجيب لها دخل بسيط. يعني بمرور الزمن أنه هذا المشروع يكبر وتصير صاحبة دخل. يعني الدخل في هذا البلد شيء جدا مهم. يعني تستطيع أن عن طريق هذا الدخل، حتى لو كان دخلا بسيطا، يكون لها مشاركة في تربية أبنائها، ويكون لها مشاركة في مساندة زوجها أو أبوها أو إخوانها. يعني أهم نقطة في الحياة أنه الإنسان يثبت وجوده ويقدر يوقف على رجله، سواء كان عن طريق المشاركة في العملية السياسية. والعملية السياسية أنا أقول عملية صعبة، كل من له هدف وكل من له طموح يستطيع أن يصل إلى السياسة وأن يمارس العمل السياسي، وإن لم يصل ليس هذا نهاية المطاف. وإنما هناك مجالات عديدة يستطيع أن يثبت للعمل وتثبت نفسها، يثبت نفسه ويثبت كيانه. وأكو بعض الصور ست حسيبة هم نشوفها. هاي سنة 2018 فترة انتخابات. انتخابات مجلس محافظة، عفوا مجلس نواب العراق، وأنا كنت من المرشحات إلى برلمان العراق. نعم، وهاي الصورة قبل سنتين استشهاد واحد من الأعضاء، وإحنا ننتظر وصول الجثمان ماله. وهاي مال نوفمبر لمساندة المرأة أو ضد عنف المرأة. سوينا مراسيم، ولو تلاحظين
هذه يعني الكرة نخلي ورود، يعني نعم. كل وردة تمثل امرأة. نعم. نعم. يعني هاي المناسبة منظمة عنف المرأة يعني كمنظمة؟ لا اتحاد نساء كردستان قامت بالتعاون معنا نعم. لإحياء هذه المناسبة. نعم. والمناسبة كانت في نوفمبر. نعم. وهاي تم تكريمي من قبل رياضيي كركوك. نعم. كوني دائما أساندهم ودائما معهم. وهذه الصورة الله يذكرها بالخير، هذا ماموسا جلال، أو أقدر أقول هاي كونفرانس الاتحاد معلمي كردستان. نعم. سنة 2012 بداية، يعني بعد ما فزنا بمقاعد، وهذا تشكيل اتحاد معلمي كردستان فرع كركوك. الشخص الأول متوفي، وهذه أيضا إحدى مدارس في مدينة كركوك، كوني أنا ضمن العملية التعليمية والتدريسية. أحيانا نقوم بزيارة المدارس، وهذه إحدى هذه المدارس، والست فائزة هي صاحبة المؤسسة. نعم. وهذه أيضا مناسبة 16 آذار، يوم قصف حلبجة بالكيمياوي. الصورة لي أمام قلعة، وهذه الصورة نحن كلجنة تربية رحنا زيارة إلى سيد دكتور برهم صالح، كان رئيس جمهورية العراق، أيضا لمطالب تخص بالمعلمين والمدرسين والتعيينات. وهذه الصورة أيضا رفاقي ست أمل من الأخوة التركمان، وأستاذ محمد نصر الدين من حزب التغيير، أيضا كنا في اتحاد معلمي كردستان. وهذا أستاذ كاميران أيضا تم تكريمي بمناسبة نعم. بمناسبة إنهاء عملي في اتحاد معلمي كردستان وذهابي إلى نعم. القيادة. نعم. وأيضا هذه مراسيم في كركوك، وهذه مراسيم مع الأخوة التركمان على ضريح القائد مام جلال في دباشان. نعم. أقاموا مولد نبوي. نعم. نعم. يعني مام جلال ليس لم يكن. وهذه مدينة دهوك، قمنا بالزيارات إلى أكثرية المدن، لأن بورد المكونات تابعة لكل المدن الموجودة في أقليم كردستان والمناطق المادة 140. هذه مدينة دهوك. هذه إحدى المظاهرات عندما أراد جيش الحشد الشعبي الاستيلاء على أراضي في منطقة شوراو وبناء معسكرات، نحن وقفنا نعم. بوجههم. نعم. وأيضا هذه مرحلة جدا أعتز بها، كنا نوزع رواتب بترودولار على المعلمين. نعم. الفترة اللي كانت فترة اللي انقطعت الرواتب. نعم. هذول زملائي مدرسين أستاذ جب. وهاي تفقدي لمدينة السليمانية لمستشفى شورش، أحد المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، كان مريض وقمنا بزيارته. نعم. وهذه أيضا في مكتب الشؤون الاجتماعية، قمنا بتكريم ذوي الشهداء من النساء فقط. نعم. كانت مناسبة جدا جميلة. وأيضا هذا مع رئيس حزب تركمانلي، مناسبة تأسيسهم، قدمنا لهم باقة ورد وتبريكات. نعم. نعم. معايا الإخوة من التركمان ومن العرب ومن المكونات. أيضا هذه مظاهرة احتجاج معلمي ومدرسي كركوك دراسة كردية. أنا معهم أمام مكتب برلمان العراق، أمام مكتب لمطالبة حقوقهم. لمطالبة الحقوق أكيد. هذه بناية كردسات الفضائية بمناسبة ذكرى تأسيسهم السنوية، 1/1 هم من كل سنة، يعني ذكرى سنوية مالتهم، فرحنا نبارك لهم. هذه تسوق في أحد أسواق الشعبية في كركوك، تحديدا في منطقة رحيماوة، والاستفسار عن أحوال الناس. نعم. هذه مشاركة في إدانة للمقبرة أو النكسة اللي صارت في آلتون كوبري
قاموا بقتل التركمان، الأخوة التركمان. نعم، هاي الموضوع الجديدة اللي صارت واللي سمعنا قبل فترة. لا عفوا، هاي وراء الانتفاضة، يعني في سنة 91 أول ما دخل الجيش العراقي. نعم. قاموا بذبح التركمان، مجزرة ألتون كوبري. مجزرة ألتون كوبري. نعم. نعم، هاي مجزرة ألتون كوبري. نحن سنويا نقف دقائق صمت، نعم، نعم، حداد على أرواح الشهداء. وهذه في تلفزيون كركوك تكريم للدكتورة شيلان فتحي. وهذه قمنا بزيارة المخيم اللي نصبوه في طوبزاوة، فلاحين كانوا يطالبون بحقوقهم. نعم. والجيش العراقي جاءوا لاستيلاء على أراضيهم، نحن شاركناهم. وهذه أيضا ضمن حملة انتخابات 2018 في ألتون كوبري. هذه مضيف الدكتور جواد الجنابي، كان لهم فاتحة، والدته توفت. نعم. كبورد المكونات معايا إخوة من العرب والتركمان والكاكائية الزملاء والمسيحي الكل. نعم. نعم. وهذه أول بداية مباشرتنا في عمل في بورد المكونات. السيدة الموجودة رئيسة يونامي في كركوك. نعم. نعم، منظمة الأمم المتحدة في كركوك، وجاءت جلسنا لساعات. وأيضا هذه في منطقة شمشمال، عندما كنت مرشحة لبرلمان العراق سنة 2018. نعم، كقباد موجود والمرشحين موجودين. نعم، هذا أيضا باستضافة نعم. الفاتحة. نعم. هاي صورة عائلية. صورة عائلية. هاي في طهران، حديقة المنزل اللي كنا في بيت القائد مام جلال في طهران في منطقة بازداران، وأطفالي كانوا بهذه الأعمار. يعني نعم. كم صعب ممارسة الحياة ذاك الوقت. أيضا هذا داخل المكتب السياسي، يوم تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الأخوة العرب. نعم. والمسيحيين والتركمان. مدينة التآخي كركوك. مدينة التآخي. نعم. كركوك مثل ما قال القائد مام جلال مدينة نعم. باقة ورد، يعني غير هاي تسمية ما يقبل أي تسمية أخرى. هذه كانت دورة خياطة في آخر يوم، دورة خياطة في داقوق للنساء، وشاركنا معهم وقدمنا الهدايا على المشاركات. وهذه من الصور اللي أعتز بها في اتحاد معلمي كردستان. صارت في 2008 مظاهرة جماهيرية، وصار فيها انفجار، وصار فيها أو عدد من زملائنا استشهدوا. هذه الفلكة الموجودة أمام محافظة قديمة. نعم. وين صارت الانفجار؟ إحنا بمكان الانفجار سوينا مؤتمر صحفي. نعم. نعيد الذكرى. نعيد الذكرى. نعم. نعم. وهذه مع زملائي حلبشة لزيارة فرع حلبشة لاتحاد معلمي كردستان. كان عندهم مناسبة شاركناهم. هاي حلبشة، هاي منطقة طويلة وبيارة، تقريبا صايرة على الحدود مع إيران. نعم. أيضا هذه مناسبة مع تركمانية. مع جبهة تركمانية. هذه صورة أخذناها في سنجار. نعم. وهذه شخصية دينية من الإخوة الإزدية الذين ضحوا بكل ما لديهم في أحداث 3/8 من قبل دواعش. وهذه أيضا مناسبة مع مكتب شؤون الاجتماعية والمكونات. ذهبنا لزيارة مرقد القائد مام جلال. أيضا هذه مناسبة حزينة، استشهاد القائد شيركو، لواء شيركو، عندما استشهد على أيدي داعش الإرهابيين. نحن سنويا نحيي الذكرى وقفة الحداد. نعم، حداد. نعم. وهذه أيضا وفاة أحد الشخصيات التركمانية، هذا دكتور نبيل. رحنا للمقبرة، كنا نعزيهم، يعني كالتزام أخلاقي يقع على عاتقنا. نعم. أنه وهذه الصور أحد الصور اللي
في زمن المرحوم دكتور نجم الدين. كنا نعم زملائي في اتحاد معلمي كردستان لإقناعه بأنه ينطينا هذه المبالغ للمعلمين والمدرسين. وهذه الصورة أيضا صورة مكونات. طلعنا من المقر مالتنا ذاهبين إلى المكتب السياسي للمشاركة في المراسم الموجودة. كالتزام أخلاقي نحن نرى من واجبنا أنه كل المكونات في أحزانهم وفي أفراحهم لازم نشاركهم. الحمد لله على مثل ما يقول على قد الحال ما قصرنا. زياراتنا متواصلة إلى كل المدن والقصبات في أقليم كردستان وفي كركوك وفي تصخرماتو وفي داقوق. يعني أكثرية المناطق نحن نوصلها على شكل باقة ورد، وإن شاء الله نكون مستمرين على هذه السياسة وعلى نهج القائد مام جلال. نعم. ست حسيبة، من خلال هذه البرنامج شنو آخر رسالة تريدين تقولين للمشاهدين الكرام؟ نعم، القائد مام جلال كان يعتبر كركوك يعني مدينة يعني مو كباقي المدن. نعم. السياسة أو العمل في مدينة كركوك شبهها بعملية جراحة الدماغ. كم هي صعبة عملية جراحة الدماغ، يعني أي خطأ يودينا إلى هاوية ويمكن ما نقدر نطلع منها. إنه أنا مطلبي من هنا نطالب من الحكومة الفيدرالية ونطالب من حكومة أقليم كردستان كل من حسب المسؤولية اللي تقع على عاتقه أن ينظروا إلى كركوك بعين كركوك مدينة التآخي ومدينة التعايش ومدينة السلام. وهذه الفوضى والبلبلة التي صارت في الآونة الأخيرة سواء كان في منطقة نوروز أو في منطقة عرفة لا يخدم أهالي كركوك ولا يخدم التعايش السلمي، بل يؤدي إلى نوع من الفوضى، نوع من الاضطرابات في العلاقات. هذا لا يخدم غير نعم. أعداء مدينة كركوك. نعم. نطالب أن يكونوا منصفين بحق أهالي كركوك. نعم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل للسيدة حسيبة عبد الله القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني لقبولها وحضورها إلى برنامجنا. مشاهدينا الكرام، موعدنا معكم الأسبوع القادم ورائدة جديدة من نساء كركوك، ومع السلامة.